بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل أسهل غدا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما خدناش وقت خالص. محتارة مش عارفة هتعملي ايه؟ تعالي وانا اقولك هنعمل ايه. بربع فرخة بس، ربع فرخة يا حبايبي هتعملي بها أحلى حاجة. هنعمل ايه؟ قطعت طبعا ربع الفرخة ده صدر طبعا. طبعا انا كنت جهزت كل حاجة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ده البصل نديله عفوا نديله لون ذهبي كده. وجنبنا طبعا بنسلق وركين جنبنا كده. طبعا هي الفكرة النهاردة معانا في ربع فرخة بس، يعني لو محتارة وما عندكش الا ربع فرخة بس في التلاجة هنخرجه وهنعمله. هنتعمل له بانيه، هتعمل له شاورما، هتعمل له ستريبس، هتعمل له بص اي حاجة ما شاء الله الله اكبر، هتعمل له كل حاجة. انا طبعا قطعته وحبيت نعمل عليه بطاطس اللي هي المكعبات دي. طبعا احنا عاملين صوص الطماطم مع بعض تحفة تحفة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نصلي على الرسول يا حبيب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا حابة اشكر حبايبي وولادي واخواتي على كل كلامكم الجميل ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب. بس بتنسوا اللايك، مش عارفة بيقع منكم ليه. كده طبعا انا حطينا البصل. انا ماشيه مع البنات خطوه بخطوه. طبعا حبايب قلبي الكبار طبعا عارفين ما شاء الله، مش محتاجين حد يعرفهم اي حاجه ما شاء الله. طبعا كده انا اديت البصله خليتها اللون الذهبي. هنزل عليها بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه هريسه، وحطيت شويه سكر وشويه فلفل ابيض. بس كده بس كده. يلا بقى ايه الشطرة كده تعمل بقى وتسيبه ياخد اللون الذهبي. هتشوفوا الفراخ بقى تحفة، والريحة كانت جبارة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الريحة حلوة جدا. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده ما تستعجليش ما تستعجليش خالص، استني لما تنشف خالص. حتى الفراخ اللي انا سلقتها برضو مش بستعجل في ان تستني عليها برضو هي كمان لما تنشف خالص. اللون الذهبي تحفة لما تحط الفراخ هتاخد نفس اللون ده ما شاء الله. الهريسة يعني عايزة اقول لكم الصوص الطماطم انا كنت حاطه فيه سكر زي ما انتم شايفين، وحطيت هنا كمان شوية سكر صغيرين عشان الحموضة. عايزة اقول لكم الطعم حلو جدا جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فاللهم صل على حضرة النبي. كده هنستنى خلاص لما تاخد اللون الذهبي. ماشي يا حبايبي. هننزل بقى طبعا بالصوص الاول، وبعد كده هننزل بالبطاطس. تمام تمام يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ما فيش اسهل من كده يا حبايبي والله. انا عايزه اقول لكم انا خلصت الاكل ما اخرت زي ما المونتاج بتاع الفيديو بصراحه. مع انه وقفت وتعبت في المطبخ. يعني الغدا كان سريع النهارده. هنعمل ايه قلت نخرج فراخ ونعمل حاجه سريعه كده. ماشي. هنعمل بقى شويه رز معاهم بقى. شويه الرز دول لوحدهم حوار حوار. جربوهم مش هتندموا. جربوه بس نفس الطريقه بتاعتي كده مش هتندموا. طريقه الرز دي حلوه جدا. الرز ده هتاكليه مع اي حاجه، مع اي حاجة، سواء خضار سواء فراخ سواء صينية بطاطس سواء اي حاجة حلوة جدا. ماشي حبايبي. طبعا وحابة اقول لكم حاجة تاني. في حد ما بيدخل لي يا جماعة بيقول لي لو سمحتي تشرفينا. انا ما بكتبش لحد كومنت الا وانا عنده. يعني انا مش بكتب لحد كومنت الا وانا عندك في القناه يا حبيبه قلبي. كده حطيت البطاطس وحطيت صوص الطماطم. طبعا سبتهم برضو مع بعض كده، خدوا تشويحه بسيطه كده. مش تستني على الحاجه كده. اللون بقى بيبقى على ما هو. يعني حتى لو انت زودت الميه بيبقى اللون ما شاء الله. هنشوف دلوقتي مع بعض البطاطس في اخر الفيديو هنشوفها عامله ازاي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنزود بقى الطماطم هنا، قصدي المية. وحتى الطماطم حط شوية بشوية، والمية ما تكترش لان البطاطس اليومين دول مش بتاخد سوا خالص. يعني خلي الطماطم صوص الطماطم في ايدك وخلي، عشان بس في ناس بتحب الصوص كتير. احنا بصراحة مش بنحب الصوص كتير
في البتاع ده، في البطاطس او في اي خضار. تمام تمام يا حبيب قلبي. كده كنت بقول لكم انا حطيت الميه هنا اهيت، وحطيت طبعا زودت الوراك اللي معايا هي كمان ما شاء الله. كده هنصلي على النبي. كده حطيت معلقه سمنه بلدي جميله كده تحفه على شويه زيت، وهننزل بالرز. هنحمر الرز. هنعمل الرز ايه يا ام احمد النهارده؟ هنعمل رز حبه وحبه، هنعمل او رز مفلفل زي ما بتقولي. وحابه اقول لكم حاجه تانية يا اولاد. الفطير على حسب في ناس عملت فطير ونزلت بتقول ربع ساعه، معايا ربع ساعه او معايا 10 دقايق وهفرد على طول. والله انا جربته لقيت لازم تستني شويه، وسالت برضو ناس قالوا لي لازم تستني شويه عشان يتفرد معاكي حلو. انما ما اعتقدش ان بعد الخمس دقايق دول او العشر دقايق ما اعتقدش ان العجينه تفرد معايا على طول. والله كل واحد بيعمل على حسب راحته، على حسب اللي هو بيعمله او متعود عليه. انت استاذه على راسي انما احنا لسه يعتبر في الفطير بالذات الحمد لله ان اللي انا عملته ما شاء الله الاول ما شاء الله طلع تحفه من ايديا ما شاء الله. انت طبعا ما شاء الله يا ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. كده هنستنى الرز لما يدخل في التحمير، وهنحط تكايه صغيره كده. مش عارفه في حد بيعمل زيي ولا لا. تمام تمام. فكل واحد يا حبايب قلبي بيعمل على حسب راحته هو. بس عايزه اقول لكم احنا بناخد، مش انا ست كبيره بس بناخد افكار من بعض برضه. يعني فكره الفطير انا خدته من على اليوتيوب يا جماعه. يعني انا واخداه من على اليوتيوب، يعني شفت فيديو واثنين وثلاثه لما عرفت عملته. دي الفكره بقى. ده اللي يقول لك رب. حتى دي التكه بقى الحلوه الاول اقول لكم عليها، الشعريه. بنزل بشويه شعريه بعد الرز ما يحمر، مش بتأخر في التحمير خالص. تمام. دي الفكرة اللي انا بقول لكم عليها، اللي احنا بناخد افكار من بعض، ومش عيب لما ناخد افكار من بعض. امال احنا فاتحين قنوات ليه؟ ده اللي ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. يعني في حد بيقول لي انا عملت السمنة البلدي، انا بفتح الفيديو بتاعك واشوف انت عاملة ازاي وبمشي معاك خطوة بخطوة. انا بنت اختي كمان يا رب يبارك لي فيها ويديها العوض الصالح يا رب. بنت اختي قالت لي يا خالته انت هتعملي الفطير، انا هستنى لما تعمليه وافتح الفيديو بتاعك واشوفه. يعني احنا زي ما بقول لكم احنا بنتعلم من بعض، وانا ما بخجلش لما ما اعرفش حاجه بخش على اليوتيوب اشوفها واعمل زيها، مش عيب. امال احنا عاملين القنوات ليه؟ فما شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. كده كنت انا محضره طبعا الكبشه جنبي والمصفى عشان اخد بها ايه، او المقصوصه او زي ما بتقولي عليها. اخد شويه شوربه من بتاعه الفراخ. عايزه اقول لكم شويه رز حوار حوار، والله ما كانوا عايزين تاكلي معاه جنبهم اي حاجه. بس عايزاكم تضحكوا عليا بقى. انا خدت بدوقه كده وانا بقول لكم شويه الرز نزلوا سخنين كنت عايزه اعيط يلا عايزه اضحكوا وخلاص. ما شاء الله شويه رز ملهمش حل. اعملوا بس بنفس الطريقه، وخلي بالكم ان الشوربه فيها ملح. انا حطيت ملح بس عامله حسابي ان الشوربه فيها ملح. تمام. وكده خلصنا. الله اكبر. خلصت يا ام احمد بدري كده؟ مفيش اسهل من كده. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حاجة حلوة جدا جدا اهو ما شاء الله. الفراخ شوف الفراخ جميلة ازاي، واخدة اللون الاحمر بتاع الصوص بتاع البطاطس ما شاء الله. وشوية الرز ملهمش حل ما شاء الله. طبعا احنا اكلنا انا واسراء طبعا، لان ابو احمد لسه انا بعمل لكم في الفيديو هو لسه داخل من الشغل دلوقتي. فما شاء الله ولا قوة الا بالله. الاكل كان حلو جدا 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 ما شاء الله. ويا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ويا رب دعوة حلوة منكم كده من القلب ان ربنا يكبر بخاطرنا جميعا. والله بدعي لكم كلكم قبل ما بدعي لنفسي يا حبايبي. ربنا يكبر بخاطرنا جميعا يا رب، ويخلي لكم اولادكم وازواجكم يا رب العالمين. واسيبكم في رعاية الله وامنه واللايك الجميل، ونصلي على الرسول كتير 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 كتير. ويا رب يسعدكم ويسعد أولادكم يا رب في رعاية الله حبايبي.